مرحبا بكم في قناة نفسها. هنتكلم النهاردة ازاي يبقى عندك علاقات كتير وتبقى شخص اجتماعي ومحبوب. بص يا صديقي، الناس مش بتتشد للي بيتكلم كتير، بالعكس ساعات اللي بيتكلم زيادة بيتحس انه عايز يثبت نفسه بالقوة، لكن اللي فعلا بيشد الناس هو الشخص اللي بيعرف يسمع. السر الأول إنك تسمع اللي قدامك بتركيز، تبص في عينه وهو بيتكلم، تسأله أسئلة تبين إنك فاهم ومهتم. صدقني الناس بتحب الشخص اللي بيديهم إحساس إنهم مهمين. السر التاني، ابتسامتك يمكن تحس إن الموضوع بسيط أو ملوش لازمة، لكن الحقيقة إن الابتسامة بتفتح قلوب الناس أسرع من أي كلام. تخيل إنك داخل مكان مليان ناس غريبة، مجرد إنك تبتسم وإنت بتسلم عليهم هيخلي صورتك عندهم أجمل وأقرب كمان. مهم يكون عندك شغف. يعني إيه؟ يعني يكون في حاجة بتحبها فعلا، رياضة، قراءة، فن، أو حتى شغلك. لما تحكي عنها الحماس بيبان في صوتك وفي عينيك، الناس بتنجذب للطاقة دي وبتحس إنك شخص عنده حياة مليانة. السر الرابع، التقدير. الناس بتحب اللي بيعرف يديهم قيمة. كلمة صغيرة زي أنا معجب بطريقة تفكيرك أو برافو عليك إنك عملت كده ممكن تفرق جدا. ساعات الناس بتفتكر الكلام الإيجابي البسيط ده طول عمرها، وده بيخلي صورتك عندهم دايما جميلة. خد بالك كمان من لغة جسمك، قعدتك، نظرتك، حتى حركة إيدك، كلها بتوصل رسائل للي حواليك. لو انت قاعد متكتف ومش باصص لحد، ده معناه إنك مقفول ومش عايز تتعرف. لكن لو جسمك مفتوح، صوتك هادي وواثق، هتلاقي الناس بتتقرب منك من غير ما تعمل مجهود. ولو عايز تكبر شبكة علاقاتك، جرب تنزل أنشطة جديدة، كورسات، ندوات، جيم، أو حتى أماكن صغيرة زي كافيهات شبابية. لما تروح أماكن مختلفة بتقابل ناس مختلفة، وكل حد منهم ممكن يبقى صديق جديد أو حتى يفتح لك باب لفرص أكبر. وفي وسط ده كله في حاجة مهمة جدا، إنك تكون طبيعي. الناس عندها رادار بيكشف بسرعة مين اللي بيمثل ومين اللي صادق. متحاولش تقلد حد أو تلبس شخصية مش شخصيتك، خليك على طبيعتك، بس حاول تقدم أحسن نسخة من نفسك، النسخة اللي فيها ثقة، احترام، حب للناس، وفي نفس الوقت حدودك. افتكر دايما العلاقات الكتير مش معناها تعرف ناس كتير وخلاص، لكن إنك تبني صداقات وعلاقات فيها عمق، فيها احترام متبادل، وفيها حب حقيقي. وبكده تقدر تبقى شخص محبوب، اجتماعي، وعندك دايرة واسعة من الناس اللي بيفرحوا بوجودك. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناة نفس سلام.